هاي حلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. فيديو النهاردة من الفيديوهات اللي انتوا بتحبوها ومستنيينها. بس قبل ما ابدأ الفيديو، يا ريت اللي لسه مش مشتركة في القناة تعملي سبسكرايب في القناة وتفعلي الجرس وتختاري اول علشان يجيلك نوتيفيكيشن بكل فيديو جديد. ويلا بينا نبدأ الفيديو. فيديو النهاردة موضوع مهم قوي يا جماعة. كنت عملت فيديو قبل كده عنه برضو، موضوع ازاي تكوني أنيقة في الصيف. عارفين ان فصل الصيف ده بيبقى الجو حر ومش مستحملين وعايزين نلبس حاجات عملية وخفيفة، وازاي نحاول ان احنا نحافظ على أناقتنا في الصيف. ومش معنى ان الجو حر وكده ان احنا نبقى مبهدلين يعني. فاول حاجة علشان تكوني انيقة في الصيف، طبعا نظافتك الشخصية حاجة مهمة جدا جدا جدا، تحتها مليون خط. ما ينفعش باي صورة من الصور انك ما تاخديش شاور قبل ما تخرجي. دي حاجة يومية مرة او مرتين في الصيف طبعا. ولازم تحطي مزيل العرق، دي حاجة ما فيهاش اي نقاش يا جماعة. يعني ما اعتقدش ان مفيش بنت او ست ما تستخدمش مزيل عرق. كمان تكون ضوافرك مرتبة، دايما مظبطاها، تكون نظيفة، ما يكونش وراها اي تراب او اي حاجة يعني تخلي شكلها مش كويس. لو بتحطي مانيكير او نيل بوليش يكون برضو مش مقشر، يكون دايما مظبوط. دي من الحاجات الأساسية جدا. سنانك طبعا، السنان دي حاجة مهمة قوي. تغسلي سنانك دايما قبل ما تخرجي، أول ما تصحي من النوم، قبل ما تنزلي أو قبل ما تخرجي، وكمان قبل ما تنامي. دي على الأقل 3 مرات في اليوم. تهتمي ان ريحة بقك تبقى كويسة دايما. تاني حاجة اللي اتكلمنا فيها قبل كده بالنسبة للطرح، دايما نحاول نخلي ان لون البندانة لون الاشارب. دي من الحاجات اللي بتخليكي انيقة جدا. متحطيش بندانة بيضة اشارب اسود، دي حاجة مش لطيفة ابدا. كلام بالنسبة للبلوزات الشفافة، لما بتيجي تلبسي تحتيها بادي قط، برضو البادي يبقى ابيض لو اللون فاتح. تحاولي تخلي دايما الالوان قريبة من بعض. يعني طبعا لو عندك بادي نفس لون البلوزة الشفافة هيبقى احلى. لو ما عندكيش يبقى لو اللون فاتح يبقى بادي ابيض او بيج. لو اللون غامق او اسود يبقى بادي اسود. متحطيش حاجات فاتحة تحت بلوزة غامقة، والكلام ده برضو بيبقى شكلها مش حلو خالص. تالت حاجة الماتيريال بتاعت اللبس اللي انتي لابساه. طبعا طالع موضة جدا الستانات. فالستان من الأقمشة الراقية اللي هي بتدي شياكة في اللبس، فهي هتبقى حلوة قوي في الصيف ان انتي تلبسي بلوزات الستان او الستس الستان. دي بتبقى شيك، او حرير طبعا. كمان الكتان من الماتيريال اللي بتبقى شيك قوي، وانا عارفه انها دايما بتبقى مكرمشه وصعب قوي انك تحافظي على انها تكون مكويه. بس ده عادي يا جماعه، ان معروف ان الكتان الطبيعي بتاعه ان هو يكون فيه كرمشه، بس هو من الماتيريالز الغاليه وبتبقى في نفس الوقت برضو بتدي اناقه وشياكه في اللبس. رابع حاجة ان يكون عندك في الصيف دايما فستان ابيض. ده بيبقى من الحاجات الحلوة جدا، واللي هي بتدي برضو شياكة وأناقة في الصيف. ويعني من الحاجات اللي هي أساسية جدا في فصل الصيف. فتحاولي يكون عندك فستان أبيض. الموديل بتاعه طبعا بيبقى على حسب شكل جسمك. خامس حاجة عشان تكوني أنيقة في لبسك، ان يكون الموديل لايق على شكل جسمك. وانا برضه عملت فيديو قبل كده عن الموضوع ده، هحطلكوا اخر الفيديو ازاي كل شكل جسم ليه موديلات معينة ولبس معين بيليق عليه، وفي موديلات تانية مش بتليق عليه. فدي من الحاجات المهمة جدا ان انت تكوني عارفاها، انك تكوني عارفة ايه الموديلات اللي ينفع، الحاجات اللي هي تخبي بيها عيوب الجسم. ودي برضو بتخليكي أنيقة، ويبين ان انتي فاهمة ازاي بتلبسي. سادس حاجة طبعا يا جماعة دايما بقولها، اللبس المناسب في المكان المناسب. دايما نلبس كل مكان ليه لبس خاص بيه. كل فترة من اليوم ليها لبس خاص بيه. لبس الصبح غير لبس بالليل، لبس الشغل غير لبس الخروج.
كل حاجة ليها وقتها وليها لبسها، وانا برضو عملت فيديو قبل كده واتكلمت بالتفصيل الممل عن الموضوع ده، روحوا شوفوه لان دي بتفرق جدا في شياكتك واناقتك. سابع حاجة انت تضيفي حزام على اللبس، دي بتدي شياكة واناقة في اللبس جدا جدا جدا. الحزام يا جماعة بجد من الحاجات المهمة جدا، مش لازم تكوني تضيقيه على الاخر، حتى بس بتحطيه يعني يبقى لوز، مش لازم يكون ضيق قوي، بس من الحاجات المهمة اللي هي بتدي تاتش كده شيك قوي على اللبس. وطبعا مكانه ده بنحدده حسب شكل الجسم، وعرضه برضو بيتحدد حسب شكل الجسم. كل جسم ليه أحزمة مناسبة ليه، في أشكال أجسام ليها أحزمة رفيعة، أشكال أجسام تلبس الأحزمة العريضة تلبسيه ازاي، هل على الوسط أو فوق الوسط، كل ده بيفرق حسب شكل الجسم. تامن حاجة ازاي تختاري الشنطة المناسبة برضو لشكل جسمك. لو انتي طويلة وعريضة ما ينفعش تجيبي شنط صغيرة او ميني، هتبقى مش مناسبة خالص مع شكل الجسم. لو انتي بتيت وصغيرة ما ينفعش تجيبي الشنط الضخمة، هتبين ان انت قد ايه صغيرة او رفيعة. دايما ناخد بالنا من موضوع الشنطة، ازاي طولها لغاية فين، هل نلبسها طويلة ولا قصيرة. لو انت عريضة من عند الارداف ما ينفعش، او من عند البطن ما ينفعش البس شنطة تكون طولها نفس منطقة البطن، لان دي بتديني عرض اكتر. كل دي حاجات بتفرق جدا ازاي تختاري الشنطة المناسبة ليكي. الشنطة الكاجوال غير الشنطة الكلاسيك، ما ينفعش تلبسي شنطة كاجوال على لبس كلاسيك او لبس سهرة، هيبقى شكلها مش حلو خالص. فكل دي حاجات صغيرة بس بتفرق جدا جدا في شكلك النهائي وفي شياكتك. واخر حاجة طبعا الاكسسوارات، من الحاجات اللي بتفرق بتغير الاوتفيت 180 درجة يا جماعة. انت ممكن تلبسي اوتفيت سيمبل جدا مفهوش اي حاجة، بس لو حطيتي الاكسسوارات الصح، الاكسسوارات المناسبة للبس اللي انت لابساه، هل انت لابسة كاجوال ولا لابسة كلاسيك، ده ليه اكسسوارات وده ليه اكسسوارات. شكل جسمك برضو بيفرق زي ما قلت في كلام الفيديو، اشكال الاجسام كل شكل جسم ليه اكسسوارات مناسبة ليه. هل بتلبسي نيكلس عريض وفيه شغل، ولا بتلبسي حاجة سيمبل، هل بتلبسي قصير او بتلبسي طويل، كل ده بيختلف حسب شكل الجسم وحسب المناسبة اللي انتي لابسة فيها الاكسسوارات. هل انتي خارجة الصبح اكسسوارات مختلفة عن لو انتي خارجة بالليل. كل دي يا جماعة حاجات بتفرق جدا، يعني لما بتشوفي واحدة شيك ما بتبقيش عارفة ايه سر الشياكة، بس هي بتهتم بكل التفاصيل اللي احنا قلناها دي كلها. هو ده اللي بيفرق جدا في شياكة اي واحدة، انها بتلبس الوان متناسقة، الوان لايقة مع لون بشرتها، تهتم بكل التفاصيل، بالاكسسوارات، بالنظافة، بالميك اب الخفيف. كل دي حاجات بتبقى مهمة جدا ان انت تاخدي بالك منها لو انت عايزة فعلا تكوني واحدة انيقة. ركزي كويس في كل التفاصيل بتاعتك، حاولي تتابعي حد ذوقه بيعجبك، فده بيديكي افكار وبيديكي حاجات ازاي تنسقي وتلبسي حاجات أنيقة. كمان يا جماعة الأناقة هي مش مظهر بس، هي مظهر وتصرفات. لازم تكون تصرفاتك واحدة أنيقة، بتكون بشياكة، بيكون صوتك واطي، مشيتك متوسطة، مش بتجري ومش بتمشي بطيء. حاجات كتيرة قوي في السلوكيات بتاعتك. احنا اتكلمنا على أناقة المظهر، لكن طبعا أناقة السلوكيات دي عايزة فيديو تاني وحده. وبس كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبكم الفيديو ياريت يا جماعة متنسوش تعملوا لايك للفيديو وتكتبوا لي كومنتس وشير مع أصحابكم، وأشوفكم في فيديو جديد. باي باي.